السلام عليكم اخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم من جديد في درس تعليمي من دروس تعليميه ديال الراندا. اليوم الدرس ديالنا هو كيفاش كتجيني التكفيفه، يعني ما مقاداش. علاش بعض الاخوات ملي كيمونطيو البياسه ديالتهم كيحصل واحد الديكالاج في المونتاج ديال الجهه الاماميه مع الجهه الخلفيه، وبالتالي ملي كيبغيو يكفوا التكفيفه الاخرى يعني ديال التحت كتجيهم التكفيفه مراجله وما كتبغيش تقاد ليهم، يعني وكيعيو ما يقادوا والو. كيف ما كنقولوا حنا كتجينا ديك التكفيفه حوله، يعني ما كتجيش تكفيفه وتعيي ما تقادي، يعني اللور مع القدام والو ما كتبغيش تقاد. فكيف ما كتشوفوا هاد الجلابه ديجا كانت مونطيه، يعني مكفه بطريقه صحيحه، لكن كان وقع فيها واحد التغيير اللي هو مولاتها جاتها شويه واسعه، دونك تقطع منها تنقص منها الوقت اللي تمونطات وعاودنا باش نكفوها. لاحظوا التراساج الاول اللي كان يعني جا مديكالي مع التراساج الاخر من اللي مونطيناها. لاحظتوا ها هو العيب باين. شوف هذا القدام، الضوفه القداميه مع الضوفه اللورانيه، شوف كيف جات، يعني راه باين هنا. يعني في هذه الحاله تكفيفه والو راه معمرها ما غتصلاح وما عمرها ما غتقاد، والطول ديالك ما عمرك ما غتحصلي عليه، يعني الطول الحقيقي اللي غادي تطبقيه على هاد الجلابه اولا مثلا على هذا القميص راه عمره ما غيخرج لك. علاش؟ لان القدام راه ما مقادش مع اللور، يعني راه هذاك العبار ديالك راه مستحيل انك تجيبيه. الا بقيتي كتخندشي من هوك ومن هوك راه التكفيفه غتجيبيها خاسره، يعني غتجيبيها دايره، غتجيبيها يعني غديري التكفيفه خاسره وصافي. يعني شنو الحل يعني المشكل فين كاين؟ المشكل راه في المونتاج، يعني راه في التلاقيه ديال الطرفين، راه ما قديتيهمش، ما لقيتيهمش صحاح. لاحظي هانتوما، لاحظوا شوف شحال ديال الديكالاج، يعني راه ب4 سنتيم، يعني هانتوما شوفوا اولا 5 سنتيم، يعني حنا التكفيفه راه كنخليو فيها 10 سنتيم، هانتي النص ديالها راه تقريبا واحد 5 سنتيم ديال الديكالاج اللي ديكالات الخدمه. هانتوما شوفوا راه كان حتى الطرف الاخر حتى هو كان بحال هكا، يعني القدام ترفع على اللور والجهه الاخرى ولات اللور هي اللي قصيره على القدام، صافي خلق واحد المشكل. يعني راه مستحيل ان هذيك الجلابه راها غادا تقاد اولا التكفيفه ديالها غادا تقاد. دونك ملي قطعناها عاودنا قطعنا هذيك الخدمه ديال الجنب كامل، يعني حتى الطابق، يعني حتى التركيز الفوق، وعاودنا من جديد يعني لصقنا الطرف مع الطرف، يعني الطرف اللوراني مع الطرف القدامي. وملي تعاودت الخدمه يعني احترمنا، يعني ما شربناش، ما يعني الخدمه دازت عاديه، يعني ما مشرباش. يعني ها نتوما ها اللور ها ولا قد القدام، ها التراساج الاصلي الاول ديال الخدمه الاولى ملي كانت صلحات، ها هو شو جا تراساج على التراساج، شتي صافي. يعني هنا الخدمه صحيحه. الجهه الاخرى ملي غادا نعاودوها حتى هي، هذا راه باقي ما قطعناهاش، يعني الجهه الاخرى حتى هي ملي غادا نعاودوها كيف ما قلت لكم. هانتوما شوفوا ديال الديكالاج شحال، يعني راه 5 سنتيم ديال الديكالاج، راه بطبيعه الحال راه غتجي راه ما عمرها ما غتقاد لكم تكفيفه. يعني هاد الجهه الاخرى حتى هي غادا نعاودوها. هانتوما شوفوا الطراساج هذا نورمالمون كان خصو يجي هنايا، شتي هذا الطراساج، ها الطراساج ديالو هذا خصو كان خصو يجي هنايا. يعني هذه غتعاود تحل حتى التركيز الفوق تحت الابط، غتحل كامله باش يلا ناخذوا العباره ديالنا. حيت ملي تخدمات راه تخدمات مشربه، شفتوا؟ يعني جهه هذه القداميه شربناها على اللورانيه بقات في العبارها الاصلي، واني هذه سرقنا منها في ديك الخدمه، بقات كتكمش كتخاد منها كتكمش. هانتوما لاحظوا ها هو شفتوا كاين التكماش، شفتوا كاين التكماش. يعني هذا هو، يعني الخدمه ما كانتش خدمه صحيحه، يعني خدمه مكمشه، تسرق الثوب. داكشي علاش خلق لنا هذا المشكل.
وراها ما غتجيش التكفيفه، راه ما كانش داكشي علاش تخلقت مشكل، يعني ما قديناش نكفوها، يعني جات تكفيفه مستحيل انها تكفف. اذا ملي كطيحوا بحال هكا في هذا المشكل عرفوا راه المشكل كاين في الخدمه، يعني في الطلاقيه. شفتوا هانتوما كتشوفوا راه دايزه مكمشه، هانتوما لاحظوا شفتوا يعني كاين السرقه تاع الثوب، شي جهه مزيره وجهه مرخوفه. شفتوا لاحظوا التكماش، هذا هو هاد التكماش، هاد الخدمه، هاد التكماش ديال هاد الخدمه هي اللي خلقت هاد المشكل، هي اللي سرقت الثوب، اللي خلات جهه كتجي طول من جهه. ولهذا راه مستحيل باش انها تكفف بطريقه صحيحه. الحل ديالها وهي انها تحل كامله حتى التركيز، غتحل كامله حتى التركيز حتى لهنا، غتحل كامله حتى لهنا حتى التركيز تحت الابط صافي. وغنعاودو نخدمو، وهي ملي تحلو، ملي يخلق لكم بحال هكا المشكل، ملي تحلوها تحاولوا تجيبوا هذا، تبداوها من هنا من الراس، تجيبوا القنت على القنت، يعني من غادي نحلو غادي نجيبوا القنت على القنت صافي، ونقادو من الاحسن يعني تنشبوه، يعني تلصقوه غير بواحد التنشيبه بحال هكا خفيفه، غادي كتلصقوه حتى الفوق. غادي توليو نتوما كتخدموا وانتوما كتحلوا ديك شويه من ديك التنشيبه، كتحلوا شويه من ديك التنشيبه هكا باش كتحافظوا على الثوب يبقى في نفس العبار، يعني في نفس القياس. كاين اللي راني قدامي، وبالتالي من غتبغيو تكفوا التكفيفه ديالتكم راه غتجيكم مزيانه وغتجيكم صحيحه وغتجيكم في العبار ديالها الاصلي. ها نتوما ها النتيجه، هذه حتى هي راه كانت نفس المشكل ديال الجهه الاخرى. راه ملي حليناها، حيت ما يمكنش ملي كنكونوا نفصلوا اولا الخياط ملي كيكون كيفصل راه نفس القياس، راه كيدير لكم كالظهر كالقدام، يعني راه كيكونوا قد راه ما يمكنش الخياط غادي يدير لكم اللور طوال من القدام اولا انت ملي تبغي تخدمي حاولي قارني، جبدي مثلا جاتك البياسه مثلا مفصله من عند الخياط، اذا قديهم قبل ما تبداي تخيطي، قادي وشوفي الا كان اللور قد القدام صافي راه مزيان. لقيتي كاين واحد ديكالاج يعني صحيح، الا كان مخلي لك العبار يعني قادي العبار ديالك ونقصي داكشي اللي شايط، كان ما عندكش العبار راك ديك الساعه غادي تعبري على السيده، تاخدي لها الطول ديالها وتعاودي تطبقيه على البياسه ديالك، وديك الساعه الا كانت شي حاجه زايده راك نقصيها. كنتمنى هاد النصيحه ديال هاد الفيديو تكون نلت يعني استفدتوا منها. وإلا كان عندكم شي استفسار ولا اي مشكل في هكا اللي كيوقع لكم بحال هكا في الخدمه، بالنسبه لنا هاد الفيديوهات كنديروا من الدريات المبتدئات، يعني اللي باقيات في طور التعلم، يعني باش يستافدوا، لان البنات اللي يلاه كيتعلموا راه كيطيحوا بزاف في هذا المشكل هذا ديال كتخدم البياسه مسكينه، واللي ملي كتجي تحت ملي كتبغي تكففها كتلقى مشكل. اذا راه هادو هما المشاكل الاساسيه اللي كيقدروا يوقعوا لك باش انك طيحي في هذاك العيب وكتبقاي مضاربه مع ديك البياسه ما تقدريش تكفيها. وهذا اذا ما عليك غير تحليها وتصحي الخطا ديالك اللي درتي في الطلاقيه. الى هنا دمتم ألف خير.